توقعات بعد الزوال إن شاء الله فيحتمل أن تكون أجواء غير مستقرة خصوصا على مرتفعات أطلس وعلى الجديدة وخريبكا وكذلك الدار البيضاء مع احتمال بعض التساقطات المطرية بإذن الله. بالنسبة لي توقعات يوم الأحد أجواء غير مستقرة، كذلك أقصى شمال المملكة مع احتمال بعض التساقطات المطرية، وكذلك دخول عاصفة مدارية على أقصى جنوب المملكة على القويرة بإذن الله وأوسرد وكذلك السمارة وكذلك طنطان وبوجر وأكادير بإذن الله. سوف تعرف أمطار غزيرة على بلفاع وأيتباها وتيزنيت بإذن الله، كذلك تساقطات مطرية معتبر إن شاء الله على الأسفي وورزازات وتريوين وفم مسقيد بإذن الله وقلميم وطنطان وطرفاي. سوف تعرف كذلك أمطار حاضرة على زاق وأشت، أمطار وعواصف رعدية معتبرة بإذن الله مع احتمال تساقطات أمطار جد غزيرة إن شاء الله واستمرارها يوم إن شاء الله الثلاثاء. والمدن المعنية فهي كالتالي: أمطار حاضرة على البروج، بن قرير، قلعة السرغنة، سيدي بوعثمان، شيشاوة، مراكش، أكادير، تبانج، أزيلال. أمطار حاضرة على كذلك الرماني والماس، أمزميز، أوكيمدن، من جانوت، ورزازات، تريوين، تيرودانت، تازنغت. أمطار حاضرة على أكادير، بلفا، أيجباها، أيغرم مع تساقطات ثلجية فوق المرتفعات الأطلس الكبير. أمطار حاضرة على سيدي إفني، تيزنيت، قلميم. أمطار حاضرة إن شاء الله كذلك العاسة وطنطان بإذن الله، وقد تصل حتى السمارة وأجواء غائمة على القويرة وأوسرد مع احتمال تساقطات مطرية. أمطار خير معتبر إن شاء الله كذلك في فترة بعد الزوال اليوم الثلاثاء 14 فبراير، دخول بعض التساقطات المطرية الضعيفة محليا على ميدل، بني ملال، خنيفرة، خريبكا، سيدي سليمان، دار البيضاء، الرباط، سطات، برشيد، القارة، طنجة وتطوان والعراء، سيدي سليمان. بالنسبة لتوقعات يوم الأربعاء دخول أمطار غزيرة وقوية بحول الله، منخفض أطلسي معتبر إن شاء الله. ما زالت التوقعات ثابتة لأن التوقعات بدأت تقترب إن شاء الله ابتداء من الأربعاء إن شاء الله 15 من هذا الشهر، فسوف تعرف المملكة اضطرابات قوية محليا ودخول منخفض أطلسي محمل بكميات هامة من الأمطار، أمطار غزيرة قوية محليا على طنطان وقلميم بإذن الله وتيزنيت، طاطا وتريوين، تيرودانج، أكادير، ورزازات، مراكش، شيشاوة، والصويرة، الدار البيضاء، أسافي، بن قرير، سطات، خريبكا الجديدة، الرباط، سهل، المحمدية، وكذلك سيدي سليمان، فاس، تطوان، العرائش، قنيطرة، باب برد، وكذلك المدن المجاورة، فسوف نفصله لكم إن شاء الله عندما تقترب المدة. وكما تشاهدون اضطرابات قوية محليا سوف تشهد المملكة خلال الأيام القادمة إن شاء الله. نسأل الله تثبت أمطار غزيرة، وسوف تمتد التساقطات المطرية على الجنوب الشرقي والهضاب العليا الشرقية وكذلك الواجهة المتوسطية بإذن الله. توقعات تشير إلى أن الاضطرابات القوية محليا سوف تستمر اليوم الخميس كذلك، وتؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة وكذلك تشكل تساقطات مطرية بإذن الله فوق المرتفعات مع احتمال هبوب رياح نسبيا قوية خصوصا على السواحل وكذلك الجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة. يتوقع كذلك يوم الجمعة اضطرابات جد معتبرة على الجنوب الشرقي وأقصى شمال المملكة، سوف تعرف تساقطات مطرية جد معتبرة بحول الله. بالنسبة لقالب جنوب المملكة أجواء مستقرة إلى قليل السحب. أما بالنسبة للفترة المسائية من يوم الجمعة استمرار الأجواء المضطربة وكذلك أمطار متمركزة على الجنوب الشرقي على زاقور، مرزوقة، وكذلك الرشيدية والريش وكذلك تبانج ومرتفعات الأطلس، أمطار وثلوج معتبرة. خلال كذلك الأيام القادمة في احتمال استمرار بعض التساقطات ضعيفة على الجهة الشرقية ومرتفعات